ايه ده يا دكتور رحاب، حضرتك بتاكلي محشي؟ بصراحة استنى بس ما البس ده كده. اعمل ايه؟ شغل 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 طول اليوم، ما اكلتش حاجة وجعانة ومش قادرة خلاص. احنا كده خلصنا اليوم بتاعنا ومروحين. هدخل اقول لدكتور رحاب ان انا خلصت الشغل وهو مروحه. ايه ده يا دكتور رحاب، حضرتك بتاكلي محشي؟ بصراحة استنى بس ما البس ده كده. اعمل ايه؟ شغل 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 طول اليوم، ما اكلتش حاجة وجعانة ومش قادرة خلاص. بصوا بقى، مبدئيا لو بنعمل حركة زي دي نبقى جعانين طول اليوم وما اكلناش ونيجي ناكل، ده اكبر غلطة في الدنيا. ما ينفعش ان احنا نعمل كده. تاني غلطة، تعالي كده يا نورهان، انا حاطه الطبق كله ورق عنب. الطبق كله ورق عنب، ده غلطه. ما ينفعش احط اكل انا باكله الطبق كله عباره عن نشويات. هو خلي بالك مش نشويات بس، هو نشويات وخضار. والله مبدئيا ورق العنب يا نورهان عايزه اقول لك غني جدا وفوائده رهيبه. عارفين ورق العنب ده يا جماعه؟ عدوا بقى ورايا كده الفوائد اللي فيه. مبدئيا ورق العنب مش زي الرز المعمر فرق شاسع. الرز المعمر كان كله رز، هنا بقى الورق العنب ماما حبيبتي ربنا يخليها لي يا رب، هي اللي عامله الورق العنب. انا عمري ما اقعد اعمل محشي اصلا مبدئيا خالص، يعني ما فيش الوقت ان انا اقعد اعمل محشي، ما بتحصلش. اعمل رز معمر اركن محشي، لا. مامتي حبيبتي ربنا يخليها لي يا رب وما يحرمنيش منها ابدا. بصوا الورق العنبه الواحده فيها قد ايه رز؟ يعني عايزه حد يقول لي فيها قد ايه رز. يعني الناس اللي بتقول محشي ما ينفعش، المحشي من الممنوعات، المحشي، انا بكتب محشي في الدايت عادي جدا، ما عنديش مشكله. ليه بقى؟ اولا انا عارفه مدى اهميه المحشي، سواء بتكلم في كرنب او ورق عنب، بس بما ان احنا النهارده بنتكلم عن ورق عنب فهتكلم عن ورق عنب. عدوا ورايا، مضاد اكسده قوي جدا الورق العنب. وعارفين يعني ايه مضادات اكسده وقد ايه بتحمي الخلايا بتاعتنا من الشوارد الحره اللي بتبوظ الخلايا. ورق العنب فيه كالسيوم، الناس اللي ما بتحبش الكالسيوم من اللبن، فيه كالسيوم وحياة ربنا الورق العنب. مش بس كده، ده فيه فيتامين كي. مش بس كده، ده فيه منجنيز. انتوا متخيلين منجنيز وفيتامين كي وكالسيوم؟ يعني بنتكلم في صحه عظم وصحه غضاريف. بنتكلم في مضادات اكسده اللي بتبقى مهم جدا عشان نحمي الخلايا بتاعتنا. بنتكلم يا جماعه في حاجه غنيه جدا من العناصر الغذائيه. ضيفوا على ده ان هي فيها الياف، الالياف اللي بتدي احساس بالشبع، الالياف اللي بتظبط صحه الجهاز الهضمي بتاعنا، الالياف اللي مهمه جدا للميكروبيوتا وللبكتيريا النافعه اللي جوه جهازك الهضمي. كلنا بندور على الالياف في الاكلات عشان ناخدها. الورق العنب من الحاجات اللي غني جدا 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 بعناصر كتيره ومنهم الحديد كمان. فيعني انجوي يا جماعه الورق العنب والمحشي. محشي كميه صغنطوطه قد كده بس فيه كميه خضار حلو. تخيلوا بقى معايا محشي من ده، معاه بروتين، معاه شوربه حلوه قوي، معاه طبق سلطه حلو عليه خل تفاح وعليه ليمون. ايه الكلام؟ هنشيل الرز اللي احنا حاطينه على حسب الحصص بتاعتك. عندك حصه مثلا، هنفترض ان انت ليك حصتين نشويات، يعني بتتكلم في 6 معالق رز، شيلهم وحط لي 8 صوابع محشي. بس كده، موضوع بسيط. وكلوا محشي واتبسطوا وخدوا فوائد الورق العنب.